السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وموقع مدار تيفي. معنا المعلق الرياضي نور الدين أيتالي. نور الدين، كيف ترى مستوى البطولة الوطنية حتى اللحظة والمنافسة الكبيرة اللي كاينة بين أندية الصدارة، وشنو هي الأسباب بالنسبة ليك اللي خلات البطولة الوطنية تظهر بهذا الوجه المشرف حتى اللحظة؟ وما هي الفرق التي تستطيع المنافسة على اللقب حتى آخر جولة؟ اولا شكرا لقناه مدار تيفي على الاستضافه. في الحقيقه يعني المؤشرات كانت تقول بان الدوري المغربي يعني سيكون ناري هذا الموسم، خصوصا بعد كاس افريقيا. لماذا اقول هذا الكلام؟ لانه اولا البطوله المغربيه اصبحت عندها ملاعب من المستوى العالمي. تحدث عن ملاعب مدينة الرباط، على رأسها طبعا ملعب مولاي عبد الله، ملعب البريد، ملعب مولاي الحسن، الملعب الأولمبي، كذلك التجديد الذي ضم مجموعة من الملاعب على مستوى الدوري المغربي، بالإضافة كذلك يعني للمنافسة الكبيرة والانتدابات الكبيرة اللي كانت في الدوري المغربي، على رأس حكيم زياش يعني رفقة نادي الوداد الرياضي البيضاوي. لا يختلف عاقلا بأن البطولة هذا الموسم بطولة استثنائية، وإحنا جميعا يعني تابعنا المنافسة ما بين الرجاء، الجيش الملكي، الوداد، نهضة بركان، كل أندية يعني تنافس بقوة، والفارق يعني لا يتعدى النقطة. الجيش الملكي كذلك حتى اللحظة يعني الصدارة للمغرب الفاسي، وصافة نادي الرجاء الرياضي البيضاوي. كل السيناريوهات واردة. جميعا تابعنا مباراة الديربي، الكل كان يرشح الرجاء بعدما انتصر يعني بأحقية أمام المغرب الفاسي وانتزع منه الصدارة، لكن خسر مباراة الديربي أمام الوداد الذي يعني يمتلك كامل الحظوظ كذلك من أجل المنافسة. الجيش الملكي بالرغم من ضغط المواجهات وتركيزه على نهائي دوري أبطال إفريقيا والمسابقة القارية لا زال موجود في قائمة المنافسة. المغرب الفاسي الذي يقدم كرة تعتبر هي الأجمل في البطولة الوطنية هذا العام، والفريق الذي عاد لربما بعد سنوات من الانتظار، 14 سنة. نحن نتذكر الجيل الذهبي 2011-2012 عاد من أجل المنافسة بسبب الاستقرار الفني والإداري. كذلك يعني نهضة بركان ليعتبر من بين رواد كرة القدم المغربية، وبعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا يركز على البطولة الوطنية، وبالتالي الحديث عن خمس ستة أندية كلها يعني معنية بالمنافسة حقيقة يعني على لقب الدوري هذا العام، دون نسيان بأنه كذلك الروزنامة يعني كانت فيها ضغط كبير جدا على مستوى المواجهات. ما نسوش بأنه توقف البطولة في كأس إفريقيا وكأس العرب يعني خلى الأندية أنها تلعب المباريات بشكل مسترسل، يعني يتحدث عن مواجهتين ثلاثة في الأسبوع الواحد. وهذا الأمر في الحقيقة اللي لاحظنا أنه لم يؤثر على الفرق بدنيا وذهنيا، بالعكس يعني تابعنا مباريات في المستوى العالي، أهداف استثنائية. الحقيقة يعني صورة البطولة الوطنية يعني تسوق بالشكل اللازم والمطلوب في ظل يعني حضور الجماهيري والملاعب، باستثناء يعني بعض المشاهد التي لا نريد أن نشاهدها في البطولة. الأمر يتعلق يعني بالشغب الذي تابعناه في مباراة الجيش الملكي والرجاء. مع ذلك أعتقد بأن البطولة الوطنية تسوق نفسها هذا العام بشكل جيد وبشكل ممتاز جدا. كذلك يعني تألق الأندية المغربية أعطى قيمة للبطولة المغربية. نشاهد الجيش الملكي في النهائي، المغرب أو نادي أولمبيك آسف الذي وصل إلى نصف النهائي، وبالتالي تواجد الأندية المغربية أعطى واحد القيمة يعني البطولة المغربية هذا الموسم. أنا أعتقد بأنه المنافسة ستستمر لآخر الجولات. شخصيا أرشح بأنه الرجاء، المغرب الفاسي، والجيش الملكي هذا هو الثلاثي. بعد ذلك يأتي نهضة بركان ونادي الوداد، بشخصية الفريق، بكبرياء الفريق، بقيمة الأسماء، بالانتداب الجديد بالمدرب محمد بن شريفة، أيضا قادر على أن ينافس، لأنه الفريق كان واضح بأنه كان مهتز فقط ذهنيا ويحتاج يعني إلى ترتيب الأوراق ويعني لملمة الصفوف من جديد. وبالتالي البطولة المغربية، أنا أشكر كل اللاعبين في الحقيقة وكل الأندية على هذه المنافسة الكبيرة وعلى هذه الصورة الجميلة التي سوقوها، يعني ليس فقط على المستوى العربي، حتى على المستوى العالمي، من خلال الأهداف الجميلة وكذلك حضور الجماهيري والتيفوات الرائعة. وإن شاء الله المنافسة ستستمر أعتقد لآخر جولة، قبل أن تحسم للفريق الذي يمتلك النفس الأطول في الدوري. لكن في المجمل بطولة كانت رائعة وممتعة حتى اللحظة.